بيجمع بين التراث والثروة. لقوا فيه دهب خام بالكيلو وكان كفيل يغير حال البلاد، ولكنهم اختاروا إنهم يخلوه مزار سياحي. تخيل كده معايا تبقى ماشي على نهر المياه الصافية بتجري فيه، والدنيا حواليك خضرة وجبال ومناظر طبيعية وهدوء، وفجأة وانت بتبص على المية تلمح تحت رجلك حاجة بتلمع لمعة مش عادية، شبه لمعة الدهب كده. ده مش تخيل ولا حكاية من ألف ليلة وليلة، ده حدث بجد قلب العالم كله وبيحصل النهاردة في إسبانيا. خليك معانا عشان تعرف الحكاية كلها. تحديداً في شمال إسبانيا في قرية اسمها نال فيجاس. قرية كده كانت مشهورة بسكوتها وهدوءها، بس فجأة تحولت لمركز أنظار العالم كله، وبين يوم وليلة بقت حديث الصحافة في كل دول العالم. وده بعد ما اكتشفوا إن في نهر كامل بيتدفق فيه الذهب. أيوة، الذهب اللي بيكون واحد من أغلى وأندر المعادن في العالم ماشي في المية. طبعا الموضوع ده معداش كده عادي، والصحف الإسبانية كلها اتكلمت عن الموضوع وقالوا إن النهر ده مش بس نهر عادي، ده فيه كنز مش طبيعي ومصدر لإحياء تاريخ طويل جدا بيرجع لزمن الرومان. الناس هناك ما بيستخرجوش الذهب بالمعدات الثقيلة ولا الماكينات الحديثة، بيستخدموا طريقة قديمة اسمها التنقيب بالقلاية، ودي طريقة يدوية كده بيحطوا فيها شوية رملة من النهر في طبق معدني لحد ما الرملة الخفيفة دي تطير، ويتبقى في الآخر بس شوية حبيبات ذهب تقيلة كده في القاع. أكيد شفت المشهد ده في فيديو على فيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي. بس الموضوع بقى هنا مختلف شوية، مش جاي من فراغ. لقوا إن الأرض اللي حوالين النهر دي اتكونت من ملايين السنين بسبب الزلازل والتعرية، وكل دي حاجات ساعدت إن الذهب يسيح من الصخور وينزل للنهر. الجميل بقى في الموضوع إن المكان ده مبقاش بس للتنقيب عن الذهب. نال فيجاس بقت دلوقتي واجهة سياحية قوية، كل سنة بيتعمل هناك بطولة وطنية للتنقيب. الناس بتيجي من كل حتة علشان يتنافسوا مين يقدر يطلع أكبر كمية ذهب في وقت قليل. وعلشان اللعب يكون نظيف، المنظمين بيحطوا حبات من الذهب كده صغيرة جوه الرملة، والمتسابقين بيحاولوا يطلعوها بنفس الطريقة الرومانية. وأيوة، الرومان نفسهم كانوا شغالين هناك من آلاف السنين بنفس الطريقة. وشمال أسبانيا زمان كان واحد من أهم مراكز تعدين الذهب في الإمبراطورية الرومانية، حتى أثارهم لسه موجودة وبتشهد على شطارتهم والتقنيات اللي كانوا بيستخدموها عشان يستخرجوا الذهب من الجبال والأنهار هناك. بس اللي بيميز نال فيجاس مش بس إن فيها ذهب، لأ، لأن ذهبها حقيقي هو التراث والتاريخ والتقاليد اللي عايشة الناس عليه هناك. التنقيب هناك مش شغلانة وبس، دي حكاية وحياة بينقلوها من جيل لجيل، وكل واحد بيحس إنه جزء من قصة أكبر منه. وفي وسط السباق والزيارات والسياح، نال فيجاس بتحكي للعالم إن الذهب مش دايما بيكون منجم، ساعات بيكون في نهر بسيط بيمشي بين الجبال وشايل معاه حكايات عن حضارات راحت وشعوب حفرت بإيديها المجد. بس تفتكر بقى لو النهر ده كان موجود في مصر واكتشفوه بالصدفة، كان إيه هيبقى حال البلد؟ هل هيكون مزار سياحي زي ما حصل مثلا في النهر ده ولا لأ؟ ولو أنت اللي كنت اكتشفته، إيه أول حاجة كنت هتعملها؟ قول لنا رأيك في التعليق.